ابص الاقي رجال دين ينقدوا مسرحيه ويقولوا دي حلال او حرام، او يعني الفن ما فيهوش حلال وحرام، الفن فيه فكر يناقش، لكن ما تقولش لا ده اصل ده حرام ما تكتبش، لا اكتب في كل شيء. بس لو في مساس بالمقدسات بعقائد الناس يعني مش هتكتب حاجه بقى. طبعا 100% افكاري ستكون هي النقر وستكون هي المين ستريم في المستقبل القريب جدا. انا بقول لك مصر قريب جدا يعني اذا كانت مصر غيرت كم سنه مثلا؟ السنه اللي فاتت مصر عملت قانون جديد للطفل. طب ما ده تغير، واصبحت الام المصريه تقدر تكتب اسمها، تدي اسمها لابنها ويكون محترم وله حقوق الانسان الطفل ده. فاذا حصل تغير في غدا اهو 2 3 سنين، فما بال المستقبل، ما بال المستقبل هيتغير كل ده وسنصبح مجتمعات انسانيه. احنا النهارده بنتكلم بنقول اللي عايزه تتحجب تتحجب زي ما هي عايزه، معناها ايه؟ معناها انه ليس فرض. المرأة المحجبة معاقة. طب استاذ حسين، لا معلش ثانية واحدة قال المرأة المحجبة معاقة. حضرتك قلت المرأة المحجبة معاقة؟ معاقة ذهنيا وفكريا. معاقة ذهنيا ليه؟ ومحاربة في ما هي دي النقطة اللي الناس كتير بتتكلم فيها يا استاذ حسين، ان المرأة مش علشان مغطية راسها، يعني مش معناها ان كل المحجبات عندهم نوع من زي ما يسمى بالحجاب العقلي او الذهني، مش كلهم. فليه بتعمم؟ احنا بنحييكي لانك مش محجبه وبتتكلمي عنهم. حبيبي دقيقه واحده اهي. انا عايز اقول ان الفن منه حلال ومنه حرام. ايوه. ومنه مقبول ومنه مرفوض. والقضيه هنا اذا تعلقت باحكام شرعيه فانني مضطر اقول اذا كان هناك شيء في الشريعه مش في الفقه مضطر اقول انه حرام اذا كان حراما. طبعا. العري يا اخي انا شايف انه قد يختلف معي اخرون، ماشي، انا ما عملتش حاجه. ما الفنون الجميله ولكن موجود. اي عري هل تعد رقص الباليه عريا؟ تقول انا عده عريا ولكن حضرتك تقول في مقاله او مش في مقاله، ده في لقاء في التلفزيون انه العري نسبي وانه كل مجتمع هو يحدد معنى العري. صحيح. طب يا اخي المجتمع ده حدد معنى العري وقال الست تلبس حجاب وكده، انت زعلان ليه؟ ما يجبش عليك انك تزعل بتعريفك مش بتعريف اي حاجه تانية. لا انا مش زعلان. قضيه شخصيه، اللي تحب تتحجب تتحجب واللي ما تتحجب تتحجب، المفروض ما احد يضغط عليها. طيب لماذا ذكرتي حضرتك ان لو بنتك تحجبت ستتبرئي منها؟ لانها ابنتي. اذا سترهبيها. ويجب ان تؤمن بما اؤمن به، وهي بنتك لازم تلغي عقلها وتؤمن بما تؤمنين به انت؟ لا الغي عقلها اطلاقا. طيب اذا اتركي لها حريتها الشخصيه.